بصوا، انا لسه صحيح ما وصلتش 45 سنة، يعني كام شهر كده. بس مش لازم يبقى عندي 50 و60 فما فوق عشان ابقى عارفة المعلومة اللي انا هقولها لكم في الفيديو ده. انا مريت بشوية حاجات كده اخر 10 سنين حسستني ان انا كنت عايشة في الضباب. في حاجات كده زي ما تقولوا بنتعلمها في عيلتنا. احنا لازم نحب الناس دي عشان دول عيلتنا. احنا لازم نحب الناس دي عشان دول اصحابنا من زمان قوي. احنا لازم نحب الناس دي علشان بينا وبينهم صلة دم. لكن تطوير الموهبة بيطور الروح، والروح لما وعيها بيزيد هي اللي بتبقى شايفة وقارية كل حاجة، والمعلومات ممكن تكون صادمة جدا. المعلومات اللي بتوصلنا من روحنا لما بتتطور فعلا بتبقى صادمة، لانها تتنافى وتتعارض مع حاجات كتير قوي احنا اتربينا عليها. يعني مثلا انا اكتشفت ان في ناس مدعين ثقافة، مدعين علم. ما كانش في الوقت اللي كانوا بيقعدوا يتفلسفوا عليا فيه لازم تقري، لازم تتعلمي، لازم تبقي شاطرة، لازم اعرفي اي حاجة تقع في ايدك اقريها، اي حاجة لازم تبقي مثقفة. والناس دي كانت تقعد دايما في القعدات بتاعت التجمعات العيلة والاصحاب، لازم يبقى ليهم رأي في السياسة، في الاقتصاد، في الفن، ولازم الرأي ده يكون مخالف لآراء الناس كلها. يعني مثلا ممكن يقولوا احنا ما بنحبش اغنية معينة لأم كلثوم، مفيش حد مختلف عليها. انا مقتنعة ان يعني اوكي، كلنا ممكن نحب حاجة وحد نلاقيه ما بيطيقهاش. يعني مثلا انا ما اكلش المانجا وكل الناس مستغربة، في حد ما بيحبش المانجا؟ انا يعني مثلا عادي. ففي حد ما بيحبش اغنية لأم كلثوم؟ بتحصل. بس هي الفكرة ان هم في كل مكان لازم يكرروا المعلومة دي كنوع من انواع الايه، احنا مختلفين، احنا مش زي اي حد. انا بعد كده فهمت ان دي مش ثقافة، ان انا اكون رأي عن حاجة واقولها دي مش ثقافة. ان انا طول الوقت ابقى بتابع نشرة الاخبار واقرا الجورنال. زمان كنت بقرا الجورنال، على فكرة كنت مهتمة بيه جدا. دلوقتي طبعا لسه في جرايد بس اونلاين، وفي جرايد ورقية وفي ناس بتشتريها، بس طبعا انا ما بعملش كده يعني. مش معنى اني قاعدة ألقط من الجورنال ومن نشرة الأخبار شوية معلومات واكون رأي مختلف واقعد وسط الناس واقوله كده انا مثقفة. لا، كده انا بدعي الثقافة. بصوا يا جماعة، الثقافة والمعرفة يعني اشوف انا شاطرة في ايه المجال اللي انا مميزة فيه، ودي حاجة بتاخد وقت، انا قلت ده اكتر من مرة. والمجال ده اطور نفسي فيه، وبعد كده التنوع هيحصل لازم. يعني دلوقتي انا لما اتعلمت باترون وخياطة، وبعدين اكتشفت اني مش عارفة اوصل للناس، عملت ايه؟ اخدت كورسز في ازاي اقدر اني اوصل للناس، بزنس يعني. اوكي، انا قبل كده حكيت ان يعني وقعت في حد مش مظبوط ومعلمنيش حاجة. المهم يعني انا بعد كده لما لقيت نفسي برضو مش عارفة اوصل، اعمل ايه؟ قعدت اقرا لغاية لما وصلت للمشكلة، الاساس بتاع المشكلة اللي انا فيها، اللي هو ازاي اعمل بوزيشننج للبراند بتاعي. قد ايه ناس سابقني على يوتيوب في المجال ده؟ كتير جدا. قد ايه ناس ادوا كورسات خياطة قبلية؟ كتير جدا. فازاي اخلي نفسي انا نمبر 1 في عقول الناس؟ يبقى لازم اعمل بوزيشننج. البوزيشننج معناه احل مشكلة معطلة للناس كلها. يعني مثلا كل الناس ممكن تعمل باترونات عادي ويقف معاها كم، وفي ناس اساسا باترون كاجوال بيقف معاهم. فعملت كتاب بيرفكت فيت. لازم اكون مميزة في فيديوهاتي على يوتيوب، وده اللي انا بشتغل عليه دلوقتي. يعني انا قعدت اطور نفسي في ازاي احل المشكلة، وبعد كده اتعلمت ازاي اعمل فيديوز مميزة على يوتيوب لاني اخدت كورسز في يوتيوب. وعلى فكرة كمان انا اتعلمت ازاي اعمل ويب سايت، وازاي اعمل فانل، وازاي اخد الفورم بتاعة الفانل وامباد الفورم جوه الويب سايت، وازاي اعمل ايميل ليست.
وبعرف كمان اشتغل على فيسبوك، بس حاليا يعني معايا تيم صراحة محترمين بحبهم جدا، هم اللي بيعملوا الشغل ده. المعرفة في مجال وتخصص معين هو الأساس، وبعد كده بتفرع لمجالات تانية، يعني برضو دي ثقافة. أنا كنت قاعدة مع الناس اللي كانوا بيعلموني ده، يعني من عيلتنا بيعلموني الثقافة، التنوع، المعرفة، يكون لك رأي، يكون لك وجهة نظر. فتحت اليوتيوب شانل بتاعتي أول ما بديت، ده كان تقريبا من سنتين أو سنة وشوية مش فاكرة يعني. فأنا فتحت اليوتيوب شانل بتاعتي وقلت لهم بصوا انا عملت فيديو، كنت عامله فيديو حلو قوي بتكلم فيه على ازاي الناس تقعد شيك في البيت لابسين بيجامات محترمه، ازاي نعمل الكولا بقى بتاعت البيجامه اللي انا صورتها في الفيديو ده. انا فتحت التليفون واديته لهم، وبعدين قعدت ورا في مكان تاني. المهم لقيت قفلوا الفيديو، واحده منهم قامت ولفت عشان كنت قاعده وراها، وبصت لي في عيني بصه كلها كره، مش هقول غيره، بجد كره. من كتر ما كانت مليانه كره انا مش قادره انساها. وبعدين خدت بعضها ودخلت جوه. وبعديها افتكرت لما حد كان مره قاعد بيتكلم على ليه لما بنولع النور في مكان كل الحشرات اللي كانت منتشره في الضلمه بتجري وبتستخبى. عرفت ان المدعي الثقافه، المدعي العلم، المش حقيقي خالص، المزيف، ما يستحملش يشوف قدامه وعي، نور. عرفتوا ليه لما تقعدوا وسط ناس يعني مش زيكم، مش بيشتغلوا على نفسهم، مش بيطوروا نفسهم، عرفتوا ليه لما تقعدوا وسطيهم بتضرب فيكم energies انتوا في غنى عنها؟ يمكن كان لازم امر بده عشان اتعلم، عشان افهم. الناس دي ما بتحبنيش بجد، اللي بيحب حد بجد بيحب له الخير، بيحب يشوفه احسن بيتطور، ما يبصلوش بصه زي دي ابدا، ما يمشيش ويسيبه وكانه يعني مش موجود، بيحتقره يعني. ايه القرف ده، ايه الكائن ده؟ لما تقعدوا وسط ناس لازم يكونوا زيكم، بيشتغلوا على نفسهم وعلى موهبتهم وعلى انهم يتطوروا، عشان المشاعر لازم تكون حقيقية. كلنا زي بعض، كلنا بنشتغل على نفسنا، كلنا مهمين، كلنا عارفين قيمتنا. مش حد حس ان فلانة لما اتطورت دي بينت ان انا كل اللي انا كنت بقوله وبعمله زمان مش حقيقي، ظهرت الحقيقة. حاوطوا نفسكم بالناس اللي انتوا عايزين تبقوا زيهم، اللي نفسكم تنجحوا توصلوا للمكان اللي هما فيه، مش تحاوطوا نفسكم بالناس اللي لقيتوا نفسكم وسطيهم باي ديفولت. وانا هنا مش بعمل دعوة لقطع صلة الرحم ونسيب اصحابنا اللي نعرفهم من زمان، بس دي الحقيقة. دي الحقيقة دي على فكرة مؤلمة، يعني اوعوا تفتكروا ان انا يعني مبسوطة قوي باللي انا بقوله ده، بس هي دي الحقيقة. فهقول وصعبة كانت عليا جدا، يعني ناس بحبهم بمنتهى الإخلاص، يعني بحبهم جدا، ولقيت كده. وعلى فكرة عادي ان احنا ممكن نبعد عن ناس احنا بنحبهم لمصلحتنا، عادي. بس هو الموضوع في الاول صادم غريب، وانا ما كنتش فاهمة سببه، بس لما عرفت لازم اقول في علاقات مش لازم تكمل مدى الحياة معنا، لو كملنا فيها تعطل وما نعرفش هتعطلنا لغاية امتى. عشان كده الأحسن إن العلاقات دي تنتهي. ده من ناحية تانية، انتوا لما تشتغلوا على انكم تطوروا موهبتكم وما تسيبوش حد يعطلكم، وبعد كده تفيدوا الناس اللي محتاجة السكيلز بتاعتكم في المستقبل،
انتوا بتعملوا خير كتير قوي في الارض على فكرة، عشان في ناس بتقعد تقولي طب دي عيلتي. عيلتكم قد ايه؟ عددهم قد ايه؟ لكن لما تعملوا يوتيوب فيديو وتحطوا فيه معلومات مجانية تفيدوا بيها الناس، او تعملوا كورسز مدفوعة بعد كده في المستقبل علشان ناس تدخل وتتعلم وتطور حياتها للأحسن، دي جماهير، دي أعداد غفيرة. يبقى لما نقارن ايه اللي المفروض نسيبه ويروح ونمسك في التاني؟ اكيد في مستقبلي وفي تطويري وفي موهبتي، اكيد هو ده الصح، هو ده التفكير الصح. ارجع اقول مش دعوة لتقطيع صلات الارحام ولا حاجة، يعني ممكن تفضلوا على علاقة بعيلتكم بس ما تقضوش معاهم وقت طويل حقيقي. يعني انا لما جيم رون قال انت الافريج بتاع اكتر 5 اشخاص بتتعاطى معاهم باستمرار، دي الحقيقة. ولو اكتر 5 اشخاص بتتعاطوا معاهم باستمرار دول مش بيشتغلوا على نفسهم في اي حاجة، سايبين نفسهم كده، هتبقوا زيهم. حتى لو عندكم موهبة وكنتوا بتشتغلوا على انكم تطوروها، هم هيصدروا لكم الانرجي بتاعتهم. يلا احنا خارجين، انت لسه هتقعد تعمل معرفش ايه، او يلا يعني اعملي لي المشوار ده، طلبته منك كم مرة، ما تروحي تعملي المشوار ده عشان انا محتاجاه، ولا تبقى محتاجاه ولا حاجة، المهم تسيبي اللي بتعمليه عشان تروحي تشوفي طلباتها. خليكوا انانيين شوية في وقتكم وفي مجهودكم، وحطوا طاقتكم في حاجة انتوا شطار فيها وقعدوا طوروها. في ناس مستنية تتعلم منكم، تستفيد من خبرتكم، ودي very good karma تعملوها في الكرة الأرضية. شكرا لوقتكم، شكرا متابعتكم، أتمنى الكونتنت يكون عجبكم. لو عجبكم please like and share، واعملوا subscribe للchannel، ضغطوا النوتيفيكيشن bell. أشوفكم الفيديو الجاي.